امام عاشور خاين وعميل. امام عاشور صفقة العمر. امام عاشور باع النادي الزمالك. امام عاشور ضد مبادئ النادي الاهلي. كمية من التحفيل كبيرة جدا ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. ولكن يا جماعة احنا في مصيبة والله العظيم انتوا مش شايفينها. من اسبوع بالظبط كان منتخب الشباب بيلاعب منتخب شباب المغرب. قائمة منتخب شباب المغرب بالكامل محترفة الا القلة قليلة. وقائمة منتخب مصر ولا لاعب محترف. يا جماعة احنا لما محمد صلاح طلع قال ان عقلية اللاعب المصري صفر، اتريقنا عليه وسميناه صلاح منتاليتي. ولكن امام عاشور بيثبت قد ايه ان اللاعب المصري فعلا صفر عقلية. لاعب سافر 3 شهور الدنمارك ما تأقلمش وعايز يرجع يلعب في الاهلي، يرجع يلعب في الزمالك، يرجع يلعب في بيراميدز، المهم ان هو يرجع. ليه؟ لان هو مش قادر يتأقلم على الحياة بره. في تصريح المدير الرياضي لنادي بازل السويسري بيقول ان محمد صلاح في ثالث يوم في وجوده في سويسرا طلب منه انه يتعلم اللغة. ولكن المدير الفني، يعني المدير الرياضي للنادي السويسري، قال له لا، اتعلم اللغة الانجليزية، هي لغة دارجة ما بيننا وكلنا بنتكلم بيها، وهتبقى اسهل لك من تعلم اللغة الالمانية او اللغة الفرنسية. فالنهارده لما يجي لاعب زي امام عاشور وثلاث شهور، ولاعب صغير 3 شهور بس يحترف فيهم بره ويرجع، احنا المفروض كلنا نزعل. انت لو بتحب الكوره في مصر لازم تزعل. يعني احنا فرحانين قوي ان احنا عندنا واحد زي مصطفى محمد دلوقتي بره. اتمنى ان لعيب زي ابراهيم عادل اللي يحترف، حمزه علاء، في والله العظيم موهبه موجوده في مصر. عايزه بس الناس تدور عليها وتدعمها. ونحاول نخلي عندنا بدل. يعني ما تروح تلاعب اي فريق النهارده في افريقيا، بتلاقي المنتخب اللي انت بتلعبه بنين، غينيا، غانا، المنتخب يعني في قائمه ال 23 ما فيهوش اقل من 15 محترف. وانت عندك 2 محترفين 3، محمد صلاح والنني. انت بتلعب بمين؟ واحمد حجاز وطارق حامد في السعوديه. يا جماعه والله انتوا مصغرين الموضوع قوي. ده هي ضد مبادئ النادي الاهلي، ده هيبقى خاين لجمهور النادي الزمالك. ما الراجل يحترف. انتوا ليه واخدين الموضوع ببساطة الجمهور، بعقلية مشجع للنادي عايز النادي بتاعه هو اللي ينتصر في المعركة؟ يعني هل لو امام عاشور راح النادي الاهلي، ايه اللي هتستفاده الكرة المصرية؟ اه لعيب حلو وكويس وهيبقى مفيد للنادي الاهلي. طب لو فضل في النادي الزمالك، ايه اللي استفادته الكرة المصرية؟ لعيب كويس ومؤثر. لو راح بيراميدز، الاثنين هيقولوا له بص الفلوس في الاخر. في الاخر احنا يعني ككوره مصريه ما استفدتش حاجه. انت النهارده بتقتل مواهبك علشان تبقى موجوده في الدوري المحلي. وعمر ما هيكون عندنا كوره عاليه ولا مستوى فني عالي للعيبه الا ما يحصل معاهم بينهم وبين لعيبه اعلى منهم احتكاك في الدوريات الاوروبيه، بقى في الدوريات الخليجيه دلوقتي جنبنا. يعني انت عندك يعني انت عندك النهارده اللعيبه اللي رايحه السعوديه، انسى اللعيب مصر يروح السعوديه تاني. اللعيب المصري اللي راح السعوديه هيكون احمد سيد زيزو مثلا. ومش هيروح يلعب في الهلال لا، ده هيروح يلعب في الطائي مثلا. لان الفرق دي خلاص، ده بيجيبوا كريستيانو وبنزيما وكانتي والناس دي. فمش هيجيبوك تاني. اوباما هيرجع، الناس دي كلها هترجع. انت عندك النهارده والله في شفنا منتخب الشباب، في عيال هتيجي. لازم ندعم الشباب دول، لازم نشوف لهم، يعني نشوفهم في انديه كبيره بره. نشوف لعيبه النهارده محمد صلاح بدأ من بازل في سويسرا ونادي مش كبير قوي، وبعد كده تجربه فاشله في تشيلسي، طب راح فيورنتينا، طب روما. تدرج لحد ما بقى محمد صلاح. الناس كلها بتقعد تملك كافيتريات تتفرج على محمد صلاح. احنا ليه بخلالين على اللعيبه بتاعتنا ان احنا نشوفهم زي محمد صلاح؟ يعني انت هتبقى مبسوط كاهلاوي او كزملكاوي بوجود امام عاشور في الدوري المصري ولا بوجوده بره؟ لما تشوف لعيب مصري بيلعب في ارسنال ولا في توتنهام ولا في اي فريق كبير. لو يا جماعه ده احنا كنا وصلنا لمرحله ان محمد صلاح رايح ريال مدريد، النادي اللي احنا كلنا انديه كلنا كنا بنلعب بقى في البلاي ستيشن. فلما النهارده احنا اللي بنعمله دلوقتي بالتعصب بتاعنا ده، والله احنا بنضر الكره المصريه. انا كنت متخيل ان الناس كلها تقول لا، اللاعب ما يرجعش لا يلعب اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز. احنا لازم نضغط على اللاعب دوت انه يستمر بره. احنا عايزين عندنا 20 30 50 100 محترف. عايزين لما المدير الفني بتاعنا يجي
يبقى عينه على بره، بيبص على اللعيبه اللي بره، قدامه لعيبه بتلعب في كل الدوريات في العالم يجيب منهم. انت النهارده انت بتلاعب منتخب المغرب الصغير، المنتخب 23 لاعب، في خمسه بس المحليين، خمسه بس محليين، 18 لاعب محترف في فرنسا وفي برشلونه. انت متخيل عندهم لاعب في برشلونه الكبير عبد الصمد الزلزولي، ولاعب في منتخب في برشلونه به. انت ما عندكش لاعب في 23 لاعب محترف. ده لا ما بيلعبوش اساسيين. الحارس المرمى اللي احنا طلعنا بيه الدنيا حمزه علاء ما بيلعبش اساسي في النادي الاهلي اصلا، ولا ولا تاني ولا تالت، ما هوش من الحراس الاساسيين في النادي الاهلي اصلا. ابراهيم عادل دكه في بيراميدز. فيا جماعه ده لمصلحه الكره المصريه اللي بيحصل ده خطأ جدا. احنا لازم ندعم اللعيبه بتاعتنا من اجل الاحتراف، مش من اجل اللعب في الدوري المصري. ومفيش حاجه يعني عقليا بتقول حاجه غير كده. سلام.